بعد شهرين من إطلاق سراحه من قبل جماعة إرهابية، الصحافة الفرنسية تتهم قيادة العملية العسكرية في مالي برخان باستغلال الصحفي الفرنسي ذي الأصول المالية أوليفييه دوبوا لأجل تحديد مكان زعيم الجماعة الناشطة في منطقة غاو شمال مالي قبل سنتين. اسمي أوليفي دوبوا. أنا فرنسي. أنا صحفي. تم اختطافي في غاو في 8 أفريل 2021. التحقيق كشفت عنه مجموعة من الصحف التي كان يشتغل لصالحها جيبوا، على رأسها صحيفة ليبيغاسيون التي قالت إن قيادة برخان سهلت مهمة وصول الصحفي إلى معقل الجماعة الإرهابية لأجل إجراء لقاء صحفي مع قائد الجماعة. أطالبكم ببذل المزيد من المجهودات لإطلاق سراحي. أعلم أن الأمر ليس بالهين، إلا أنني لن أفقد الأمل. رغم المناشدات العديدة التي أطلقها المراسل الصحفي عبر فيديوهات بثتها حينها الجماعة الإرهابية لأجل تدخل فرنسا لإطلاق سراحه، إلا أن قوات برخان لم تسعى لذلك حسب التحقيق، الذي أشار أيضا إلى أن جيبوا تعرض للخيانة من قبل قيادة برخان التي زرعت جهاز تتبع في حقيبته دون علمه، ما سهل أيضا عملية اختطاف الصحفي لمدة سنتين كاملتين قبل إطلاق سراحه شهر مارس الماضي.